شبكة قمم إعلامية تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وبارك أوقاتكم، وهذا وقت جديد من أوقات متعة المشاهدة ومتعة المنافسة، وساعة جديدة من الشاشة لك تأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بمدينة الرياض. الليلة موعدكم مع 4 من أفلامكم القصيرة التي تتنافس على كسب رضاكم، وكذلك على كسب إحدى جوائزنا الكبرى: الذهبية، الفضية، البرونزية والتقديرية. في مطلع الحلقة الثالثة وفي مطلع كل حلقة يطيب لنا بعد الترحيب بكم مشاهدي الكرام أن نرحب بنجومنا الثلاثة، سادة أعضاء لجنة التحكيم الذين يشرفون بنقاطهم وبنقدهم، ومعهم من 100 نقطة 30 نقطة. وهم هذه الليلة من على اليمين الأكاديمي والمتخصص في الإنتاج المرئي وجماليات الصورة الأستاذ مسفر الموسى. حياك الله أستاذ مسفر. الله يحييك. والمخرج السينمائي الذي قادم إلينا أخيرا وحضوريا سعادة الأستاذ محمد بايزيد. الحمد لله السلامة، شرفتنا أستاذ محمد. الله يسلمك. والمنتج السينمائي سعادة الأستاذ وليد بن عبد العزيز السند. ومع لجنة التحكيم الثلاثية لجنة تحكيم ثلاثينية يشرفونا هنا للاستمتاع بالعرض حضوريا، وكذلك لإعطاء 30 نقطة من نقاط التقييم 100، وهم هذه الليلة مجموعة من مشاهدي الشاشة لك الذين حجزوا لهم مقاعد عبر موقعنا على الإنترنت، فشرفتم وأهلا بكم. غدا بإذن الله الساعة 12 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة يغلق باب المشاركة في مجموعة الموضوعات المفتوحة. إذن ساعات قليلة، يعني ربما 12 ساعة وحولها 15 ساعة، وربما في هذه الفترة يمكن أن يصنع فيلما كاملا يدخل صاحبه في هذه المنافسة بل ويفوز. وبعد أسبوعين وفي نفس الموعد 12 ظهرا ظهر السبت يغلق باب المشاركة في مجموعة الموضوعات المحددة التي حددت، قيم محددة حددناها لكم 5 حلقات ب5 موضوعات، وأذكركم بهذه الموضوعات المحددة: هي الحسبة صمام أمان، والعفة، وأخلاقي من قرآني، وأطب مطعمك، وكرم الضيافة. والمزيد عن هذه القيم وشرح لها وتفصيل لها تجدونه على موقعنا على الإنترنت. الذي يفوز في هذه القيم في المجموعة الثانية يحصل على 10,000 ريال، ليس فقط آيباد أو آيفون، ويتأهل بدوره إلى الدور قبل النهائي. أما الأسبوع الماضي فقد شاهدنا واستمتعنا ب4 من أفلامكم وإبداعكم وإنتاجكم تفاوتت في مستواها وفي شكلها وفي موضوعها وفي الدول التي جاءت إلينا منها. فكيف توزعت النقاط 100 بعد أن تكرم علينا السادة المشاهدين في منازلهم بال40 نقطة الخاصة بهم؟ هل بقيت النتيجة كما هي؟ كانت النتيجة الأسبوع الماضي في الاستوديو تعطي حلمي المتحرك معظم النقاط، فهل يستمر حلمي المتحرك في التحرك نحو النهائي أم سيتوقف حلمه عند هذه المرحلة؟ تعالوا بنا إلى توزيعة النقاط 100 والفائز معنا في هذه الحلقة. هذه مشاركة وجاء الأمانة التي شاهدناها في الأسبوع الماضي وكان رقمها الرمزي 5، حصلت على 5 نقاط من نقاطكم 100.
وهذه الحلم المتحرك، وكان رقمه الرمزي 6، وحصلت من النقاط 100 على 44 نقطة. ومن الكويت كانت مشاركة الوحدة التي حصلت من نقاطكم 100 على 9 نقاط. وأخيرا درهم حصلت على بقية النقاط 100 و 42 نقطة. إذن الحلم المتحرك نبارك له تأهله لدور قبل النهائي وفوزه بفارق بسيط على المشاركة الجميلة كذلك درهم. وهو وإن تأهل للنهائي وأصبح على بعد خطوتين من 100,000 ريال، إلا أنه يأخذ معه هدية التأهل، وهي آيباد 2 أو طبعا ربما في الحلقات القادمة يتحول آيباد 2 إلى آيباد 3، الله أعلم، نزل الأسبوع الماضي أو الأيام الماضية. وكذلك يحصل على بطاقة مداد من بنك البلاد وبها رصيد 1000 ريال. فمبروك الفوز وعقبال 100,000 ريال يا علاء. إذن أيها الكرام، أصبح الآن لدينا متأهلين إلى الدور قبل النهائي، وتبقى معنا في هذه المجموعة، مجموعة الموضوعات المفتوحة، فقط 12 فيلما بما فيها أفلام هذه الليلة. المشاركات يعني معظمها جاءت من السعودية، إلا أن الذي فاز في الحلقة الماضية كان من اليمن، والذي فاز هذه الحلقة من فلسطين، ولا ندري من الذي سيفوز في الحلقات القادمة. هل هذا شيء يزعجك أم يسعدك أستاذ مسفر؟ لا بالعكس، التنوع في يعني صراحة كثير يسعدني أنه يكون في تنوع عربي، يعني حتى لو حصل أجنبي، بس ما أتوقع يعني أنها تصير. وش تقصد بأجنبي يعني؟ يعني ودنا أن السعودية تكون يعني مكان للثقافة العالمية، يعني من حيث مهرجانات الأفلام، ليش لا؟ ليش لا؟ هذا حلم كبير يعني، وحتى إنتاج الفيلم ثقافة، نقدر نصدر قيمنا بطريقة ذكية. لكن إذا جلسنا، يمكن كنا نتكلم أنا والأخوان في لجنة التحكيم على مغالبة القيم بطريقة مباشرة، وعلى يعني الخطاب السائد الموجود لدينا، يعني المفترض أن نتحرر من هذا الخطاب. وأنا بالمناسبة يعني الآن بقي حلقتين على الحلقات المفتوحة. يعني في الحلقات المفتوحة ما جانا يعني شيء خارق للعادة أو فكرة يعني نقول غريبة أو جديدة. الإشكالية أن ال5 حلقات اللي بعدها محددة المواضيع، أيضا ستكرس مفهوم الخطاب التقليدي، وهذا شيء أخاف منه. ربما محددة الموضوعات، ولكن ربما لا تكرس، يعني قد يكون تحدي، ولكن لا تدري كيف يتخطاه المبدعون. ممكن. على كل حال هذه خطوة من خطوات الرقي بالعروض المرئية والأفلام في عالمنا العربي، والشاشة لك يعني تقدم بهذه الخطوة. والشباب ترى متوسط أعمار المشاركين في 20، ومنكم يستفيدون ويرتقون. يحسب لهم أنهم هواة في الأساس يعني. وعلى كل حال المشاهدين يستفيدون كثيرا، رغم أنك كنت قاسيا جدا أستاذ محمد بايزيد برأي المشاهدين، بعض المشاهدين. على كل حال، هل تعتقد أن هذه القسوة يعني في محلها وتستمر معنا، أم ستغير من أسلوبك؟ ربما وصلك شيء من الضغط. هل نحن بحاجة إلى هذا الأسلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برأيي بداية أنه النقد هو خطوة مهمة جدا. يعني أنا كتبت ستيرس على الفيسبوك، قلت فيها أنه برأيي أنه أكبر هدية لأي صانع أفلام هي نقد صريح وواضح لفيلمه. وأي مجاملة في غير مكانها بأحسن أحوالها هي عبارة عن إبرة مخدر، وبأسوأ أحوالها هي دفعة للأمام في الطريق الخاطئ. فأنا أرى أنه لابد، راح أستبدل كلمة قسوة بصراحة، وراح أقول أنه إحنا مهمتنا كلجنة التحكيم هي إظهار النقاط سواء الإيجابية أو السلبية بوضوح، وليس المجاملة. المجاملة ممكن أصحابه لصانع الفيلم يعطوه إياها أو أهله أو كذا، إنما نحن مهمتنا نكون صريحين معه. ومثل ما بنكون قاسين أو صريحين للأفلام إذا لقينا نحن مستواها من وجهة نظرنا منخفض، عم نمدح كمان أكيد الأفلام اللي تميزت. وكان معنا يعني الحلقة الماضية كمان أفلام مدحناها، وعندنا الحلقة أفلام مثيرة للاهتمام، خلينا نشوفها مع بعض.
لاحقا. إن شاء الله تنال من رضاكم الكثير، هذا اللي دائما نتمناه. يعني احنا ما نتمنى القسوة ولا الصراحة اللي قد تزعج بعض المشاهدين، لكن هذا الدور يقوم به البرنامج ليرتقي، وإلا لو هدفنا فقط مجرد التطبيل والتكريم لا أظن قل مستوى المشاركات التي تأتي بعد ذلك. أكيد أنا بعتبر أنه وجود مشاركات كبيرة من خارج المملكة بهذا الموسم هو نقطة نجاح واضحة تماما لارتقاء المنحنى البياني للبرنامج. يعني انفتح البرنامج لحتى يشاركوا الناس من أرجاء العالم. هي نقطة نجاح تحسب له. الله يزيدنا نجاحا بفضله أولا، ثم بفضل توجيهاتكم ويعني نقدكم الصريح. أبو عبد العزيز، أستاذ وليد، هل تعتقد أننا فعلا يعني نحتاج إلى هذه الصراحة، ولا يعني ضع نفسك مكان المشارك الذي قدم لنا إبداعه وهو يجلس بين أهله يود أن يفتخر بمشاركته أمامهم ومع أصدقائه، فإذا به يتفاجأ بكلمات يعني يود أن يغلق الجهاز ويتمنى أنه لو لم يشارك في البرنامج؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لازم أن نفرق بين النقد والقسوة في النقد وتكسير المجاديف من جهة ثانية. يعني البعض يعتقد أنه عندما تقومه، عندما تعطيه رأيا نصيحة، فهذا إهانة له. ليس هو بالضرورة أن يكون إهانة بقدر ما يكون توجيه أو إرشاد. صراحة يعاب كثيرا في السابق على العمل المحافظ إن صح التعبير أو الديني أو الإسلامي، أنه دائما يكون بمستويات ضعيفة أو دون المستوى. أنا أشعر أنه مثل هذه البرامج بوجود هذه الكوكبة من الأساتذة والمشاهدون الرائعون الذي يقيمون الأعمال الناجحة والأعمال الأقل، يستطيع الإنسان أن يكون صورة وبإذن الله أن ينجح في السنوات القادمة بإذن الله. بعد قليل سنشاهد 4 أفلام قصيرة، ولكن قبل أن نخرج إلى الفاصل أنا ودي أستغل المرة الماضية أخذنا كذا يعني مداخلة من أبو عبد العزيز فيما يتعلق باسمك ورغبتك أنك يعني تدخل اسم والدك الكريم في اسمك. المرة هذه أنا معليش بسألك، أتمنى أنه يكون سؤال ما يزعجك، سؤال صريح. في الجزيرة العربية عندما يطلق اسم مثل با يزيد فإنه بطبيعة الحال يذهب الذهن إلى الجنسية الحضرمية. كثير من المشاهدين يتفاجؤون عندما نقول با يزيد ثم يخرج الأستاذ محمد با يزيد بملامح ربما ليست حضرمية. فهل أصلك حضرمي؟ سؤال ترى أنا يعني طرح مئات المرات علينا. بداية بشرفني يكون حضرمي أكيد، يعني من الحضرموت الحبيبة. إنما أنا أصولي بتعود لتركيا، لعائلة بايزيد التركية اللي هن نحن أحفاد محمد الفاتح. هو أساسا محمد الفاتح اسمه محمد بايزيد، هو حفيد السلطان بايزيد الأول يعني. ما شاء الله. فأصولنا بتعود له. بايزيد هي كلمة عجمية تقرأ بالتركية بايزت، معناتها النور أو شديد البياض. يعني هي كلمة عربية. هن أحفاد الحسين الله يرضى عنه، فمن نسله يعني، فلذلك سموهم أحفاد النور. هذا اصل هالكلمه هي يعني. بتمنى اكون وضحت يعني. ومره ثانيه بشرفني اكون من حضرموت اكيد. على كل حال تشرفنا بك وانت من احفاد محمد الفاتح، ربما يكون لك كذلك انت محمد فاتح في مجال مهم من مجالات الفتح وهو مجال الافلام القصيره القيميه والواعيه. على كل حال انت كذلك هذه اول ثاني امسيه لك في السعوديه، ربما هذه الزياره الاولى لك وربما منذ فتره طويله. ومع ذلك فانت يعني استغليت هذه الفرصه واستثمرتها وبدات في سمعنا عن إعلان لدورات تدريبية لك في مجال الإخراج السينمائي. الحمد لله. حابب يعني استثمر هالزيارة هي بإقامة دورتين إخراج سينمائي بمكة قريبا إن شاء الله، واحد يستفيد من وجوده بالمملكة هون. ما شاء الله. وبرنامج الشاشة لك سيستفيد كذلك من مهاراتك في التدريب وفي الإخراج. على كل حال أيها الكرام، بعد الفاصل نعطي الشاشة ل4 من أفلامكم القصيرة، فلا تذهبوا بعيدا. حياكم الله من جديد إلى جولة جديدة من متعة وقوة المشاهدة ومتعة وقوة المنافسة. وقبل أن أبدأ في عرض أفلام هذه الليلة أنوه تنويه هام، وهو أنه قمنا بتغيير أرقام التصويت لنوحدها في رقم واحد وموحد للجميع ولجميع دول العالم، وهو رقم جوال عادي، أي ليس ذو تكاليف مرتفعة، وذلك تخفيفا عليكم وكذلك للمساعدة في وصول أصواتكم من كل أنحاء العالم. والرقم سيظهر لكم تباعا، لكني لمن يود أن يسمعه هو 05231 8
واحدين، وطبعا نقود السعودية للأحبة من خارجها. حان وقت العرض الجديد، وأربعة من أفلامكم وإبداعاتكم القصيرة، والذي سيفوز منها سيتأهل إلى الدور قبل النهائي لينضم إلى الفائزين في الحلقتين السابقتين، ويكون على بعد خطوة واحدة أو خطوتين من 100,000 ريال. الفيلم الأول معنا هذه الحلقة هو الأول كذلك من نوعه في هذا الموسم، فهو فيلم وثائقي قصير وقصة لذيذة بعنوان الطاهي السعودي، يحكيها لنا ومن إخراجه المشاهد محمد حامد المطيري. ورقم الفيلم لدعمه إن كان الأفضل من بين الأفلام الأربعة هو 9، والشاشة لك يا محمد ولمدة 4 دقائق. النظافة، في فرق نوعية الأطعمة اللي بتحطها، الاكسبايرد، في ناس بتحط أكلات مش حالك، طماط خربان، كوسة خربانة، قطع يلا في وسط النار تضيع. هذه لا، هذه إنتاجها بعدين. الذويق وصاحب الأكل واللي يأكل أكل فخم يعرف إن هذا الأكل مو فريش. بالنسبة لي المطبخ متعة، أتمتع في المطبخ. كل ما أسافر برا أخش مع الشيفات اللي في الفنادق، فلما يشوفوني طباخ وكذا والبس الشيف وانزل عليهم تحت ما بيصدقوا اني بساعدهم او اعطيهم اكله معينه، فبينبسطوا، فبصير اتمتع. اغلب وقتي احس انه ايش؟ ان متعتي في المطبخ. يعني في السعوديه وبرا السعوديه احاول اني انا اخذ معي عزبتي واخذ معي شغلاتي واروح اسكن في فندق في شقه، ابدا اقطع واكل واسوي اكلي بنفسي. مطاعم برا المملكه كل ما بين 2-3 يرسلوا لي فاكس بكميات البهارات اللي يبغونها من المملكة العربية السعودية، بينما اني انا اضبط بهارات. وانا الان اللي قاعد اسوي للفنادق في المملكة العربية السعودية نكهة موحدة للاكلات السعودية، انا اللي قاعد اسوي البهارات بنفسي. طبعا دربت في فرنسا في فندقين، والحقيقة الرجل صار تقريبا دخل 40 أو 50% من الدخل حقه اصبح اكل سعودي. فبيدخل خرفان محشية وكوازي ومفطحات وأشياء مثل هذه، بدأ يدخلها على يعني الحفلات وصارت تطلب وبالنكهة السعودية. بالنسبة للفندقة عالم آخر، عالم فيه متعة صحيح حقيقي، يعني عالم السياحة والفندقة هذه. مع الأسف الشديد كثير من الناس ما يفهم ما معنى السياحة. السياحة اقتصاد دول. السياحة بيعمل فيها تقريبا إلى 50-60% من شباب دول العالم بتشتغل في السياحة والفندقة. فإحنا وين محلنا في الموقع هذا؟ إحنا منظومة من ضمن دول العالم. إحنا الحمد لله بلدنا يا أخي من أقوى وأحسن وأنظف بلدان العالم. ليه ما نتميز بأكلاتنا الشعبية؟ ولجينا الفنادق نجدها كل الأكلات الدولية موجودة، أكلتنا ما هي موجودة. اسمه الركن السعودي او القائمه السعوديه ما هي موجوده حتى في المنيو تبع الاوتيلات. فاحنا نحاول لازم نطورها ونجعلها في فنادقنا اول شيء، من ثم نطورها برا. بينما برا انا دخلت الكوازي، دخلت الفنادق في دول الخليج، دخلت في برا في اوروبا، دخلت الكوازي والكبسه السعوديه، والان لا زال كثير من الفنادق برا تستخدم الكبسه السعوديه وادرجت من ضمن المنيو تبع الفنادق. شبهت الطاهي بالدكتور لانه يدخل غذاء في معدتك زي ما يدخل الدكتور أدوية في معدتك. بينما الأهم والأصح بعد منظوري أنا الحقيقة وجدت أنه أهم شيء الطاهي، أنه أهم من الدكتور. الغذاء اللي يدخل بطنك هو أهم من الأدوية اللي تدخل بطنك، لأنه لو دخلت غذاء فاسد ستلجأ للدكتور، لو دخلت أكل غير صحي حتلجأ للدكتور. فليش ما ندخل أكل صحي تحت مظلة واحد عنده إنسانية، تكون عنده مهتم بالأمور هذه، من يخاف الله، من ثم يكون عنده مبادئ، من حيث أن يعطيك أكل صحي فعلا وأكل نظيف خالي من الجراثيم والبكتيريا. طيب
أما عن هذا الطاهي أو الشيف طارق الميمان فأعتقد يستاهل أحلى تقييم، لكننا هنا نقيم المخرجين وليس الطهاة. فكيف تقيم أداء المخرج محمد حامد المطيري أستاذ مسفر؟ والله الفيلم هذا هو من أنواع الأفلام الوثائقية القصيرة، وإذا بنحدده يعني في النوع الأدق السير الذاتية أعتقد. في فيلم مشابه له اسمه آت ذا سي، كان مدته 10 دقائق، نفس الأسلوب ونفس الستايل، وفاز بجوائز عالمية كثيرة. الأسلوب المعالجة يحسب للمخرج محمد المطيري أنه ما اعتمد على الأسلوب الكلاسيكي اللي المعلق أو الأسلوب الوصفي في الفيلم الوثائقي، يعتمد على المقابلة مع الطاهي الميمان. هنا المقابلة جاءت على نوعين، اللي هي اون سكرين انترفيو، اوف سكرين انترفيو، يعني داخل الإطار وخارج الإطار، ممكن نسميها الفويس اوفر. وهذه جاءت على نظام الاي بي رولينج، اللي هو مقابلة ولقطات observation أو لقطات ملاحظة. إذا كان في إشكالية في هذا الفيلم، فهي إشكالية أن تعدى مرحلة البحث. بمعنى مرحلة البحث، هي في البري برودكشن أو مرحلة ما قبل الإنتاج، مرحلة مهمة جدا. يعني يقوم صانع الفيلم فيها ببحث كبير جدا من خلال مقابلة لو قابل الطاهي يعني قبلها، واستقصى كثير من المعلومات. هنا سببت له نوعين مشكلتين. المشكلة الأولى تشتت في الموضوع، يعني لو تلاحظ عنده النظافة وصحة الأكل، الطبخ كعملية تجارية، الطبخ كعملية ثقافية، مشكلته في فرنسا، مشكلة الميمان يروح فرنسا، كلها مواضيع بالتالي سببت سطحية في الطرح. وكان الفيلم على وتيرة واحدة، يعني لم يكن فيه بناء درامي. يعني حتى الفيلم الوثائقي ممكن يكون له بناء درامي. يعني مثلا خذ على سبيل المثال، لو اختار قصة واحدة وهي علاقته مع الطاهي مع الفندق الفرنسي أو التاجر الفرنسي، لو اختارها هي فقط، وتكلم الميمان عن تجربته معها من خلال المعوقات التي حصلت له وطريقته في نقل الثقافة السعودية إلى الفنادق الفرنسية وكذا، كان ممكن أنه يبني الفيلم بناء جميل جدا. في إشكالية أيضا في بعض اللقطات. مثلا يوم يتكلم عن فرنسا ما في لقطات عن فرنسا، مثلا عن الشخص الفرنسي. هنا لما تسوي لقاء مع شخص مثل الميمان، خذ الألبوم الصور اللي عنده فوتوغرافية، حتى لو كان في فيديو، دائما اطلبها منه. أنت تسوي مقابلة ممكن تستفيد منها في لقطاتها في فرنسا، لقطاتها مع الشخص هذا. أخيرا الخلفية كانت دائما عن الفاست فود ويتكلم عن الطهي السعودي. هنا إشكالية. اللقطة الختامية كانت جميلة جدا. يعني كان في إشكالية في اللقطة الأولى، ولكن اللقطة الأخيرة كانت هي الجميلة. بالنسبة لك أستاذ محمد بايزيد، ما هو ألذ ما في هذا الفيلم؟ بداية من الصعب بمكان المقارنة بدقة ما بين أفلام وثائقية وأفلام روائية لأسباب عديدة. إنما راح أتحدث عموما. مخرج الفيلم قدم لنا صورة رائعة، تشكيل جميل، حركة الكاميرا ذكية، عنده عين جميلة مخرج الفيلم، فقدم لنا صورة جميلة. ولا شك أنه بطل الفيلم شخصية محببة لذيذة قريبة من القلب. يعني الطاهي كان عم يحكي من قلبه وبعفوية، لذلك وصل هالشيء لقلبنا. أنا يعني ارتحت وحبيت هذا الشخص، يعني لما شفته عم بيمارس هالمهنة. لا يكفي أن تكون القصة جميلة حتى لو كان فيها نجاح كبير، لكن لابد أن يساعدك الضيف اللي اخترته. لا شك 100% التالنت. وبحالة الأفلام الوثائقية التالنت أو الممثل هو لازم يكون حقيقي بطبيعة الحال، يعني أو بأغلب الأحوال. فكرة الفيلم نبيلة، هي تدعو الشباب للتفكير خارج الصندوق. يعني ما بتخيل أن مهنة الطاهي ممكن تتصنف ضمن أول 100 مهنة بيفكر فيها الشاب السعودي أو حتى الشاب العربي عموما. يعني مهنة بجوز الناس ما بتفكر فيها، أنا بشو بدي أشتغل طباخ، أنا هذا الطبخ للنسوان أو كذا. بينما الحقيقة هو يدعو الشباب للتفكير أنه أنت اشتغل الشيء اللي بتحبه ورح تبدع فيه بغض النظر عن عادات أو الأشياء اللي بتفرضها عليك المجتمع. فأنا حسيت أنه المخرج نجح بنسبة كبيرة بإيصال هالفكرة للمشاهد. حبيت أكيد آخر شيء اللقطة الأخيرة من داخل الطنجرة كانت ذكية ولطيفة. الفيلم رغم أنه طويل إنما مدته كانت مناسبة للمادة اللي عم يطرحها، فما عندي ملاحظات. مونتاج الفيلم كان ممتاز. جميل. خاف الضغط عليك، لا أبدا، تغير أسلوبك. لسه جاي الكلام. الله يستر. ماذا عن عفوا، يعني الفيلم يستحق الحقيقة يعني ما قيل فيه، يعني فيلم بصنعة جيدة ما شاء الله. ما شاء الله. وماذا يستحق من كلماتك أستاذ؟ أنا في البداية يعني ممكن أصنف العمل بشكل عام أنه عمل لطيف.
بالتأكيد سرق الأضواء من العمل الطاهي، وزي ما تفضلوا الأساتذة هو يمتلك في الحقيقة كاريزما في صوته، في طريقة عرضه للمعلومات، طريقة حديثه. في نهاية الأمر المشاهد هو الذي سيقرر أيهم أهم، الطبيب أم الطاهي، لكنه أنت كمشاهد تعجب بسلاسته في الحديث. بالنسبة لي الإخراج كان جيد. المخرج وفق كثيرا في اللقطات، وبالذات اللقطة الأخيرة اللي أشارها الأساتذة. تمنيت فقط على المخرج اهتمامه بالأصوات الخلفية أو الباك جراوند للصوت، كان شبه هدوء قاتل. تمنيت أن نسمع أصوات مصاحبة يعني تدل على العمل، روح تعطي العمل مزيد من الروح. لكن ليست خلفيات آهات وكذا، لأنه لا مو بالضرورة آهات. يعني ممكن يعني تعطي صوت لمطبخ، الناس في الخلف تسمع أصوات يعملون أحسن. لكن بشكل عام أنا أقول محمد عملك طيب قياسا على الملح اللي كان في القدر. إذا طيب، وأتوقع أن الطبخ كذلك يمكن يكون أطيب. أكيد، وأتوقع ونحن نتمنى هنا أنه الفيلم يكون أطيب من الطبخ. أنا خايف أن المشاهدين جاعوا مثل ما لجنة التحكيم جاعت، يعني هذا اللي خايف. على كل حال، إلى المشاركة الثانية، وما هو الرابط بين عود الكبريت والصديق؟ سواد هو الإجابة، وهو الفيلم الثاني هذه الليلة، وهو من إخراج المشاهد يوسف البشري، والرقم الرمزي له لدعمه إن كان الأفضل بين مجموعة الأفلام الأربعة هذه الليلة هو 10 بالتأكيد. والشاشة لك يا يوسف، ولمدة 1.5 دقيقة. في سبيل إيصال أثر الصديق أو الصاحب السيء، لم يخسر المشاهد المخرج يوسف إلا 13 عود كبريت تقريبا. فهل سيكسب نقد ونقاط اللجنة، ولا لا بد من إثارة وإبهار وميزانية ضخمة ومشاهد كثيرة جدا حتى يكسب نقدكم؟ أستاذ مسعود. يعني إجابة على سؤالك، يعني ليس بالضرورة الإنتاج الضخم هو الذي يكون يستحوذ على الكثير من الجوائز حتى في المهرجانات. بالعكس، يعني ممكن فيه أفلام كان إنتاجها قليل جدا واستحوذت على أكبر الجوائز. ويعني ممكن السينما التركية، السينما الإيرانية فازت بجوائز كبيرة جدا بإنتاج قليل جدا. في هالمشاركة استخدم الاستعارة، أسلوب الاستعارة البلاغية لرفقاء غير الصالحين. هالاستعارة أصلا موجودة دائما مع التفاحات، إذا تذكرون التفاحة الفاسدة. المرة هذه استخدمها مع أعواد الكبريت أو أعواد الثقاب التي تحرق بعضها بعضا إلى أن يعني تتحول في النهاية إلى سواد كرمزية للمأساة. إذن هذا يكشف سبب تسمية الفيلم بسواد. أنا ربما ما عرفته من أول مرة. إيه، هو في الأخير تحول عود الثقاب إلى اللون الأسود، وهو رمزية وكناية وكان أبيض للمأساة. إيه نعم. استخدم الخلفية البيضاء لإبراز التباين في المشهد الأخير أو اللقطة الأخيرة أو آخر مشهد في الفيلم. يعني لكن هذا تسبب في أنه يعني ما كان في تباين في مقدمات الفيلم أو طول الفيلم، ما كان فيه، أو الفيديو كامل ما كان فيه تباين.
أنا كنت أقترح عليه لو استخدم خلفيات قاتمة أو معتمة واعتمد على إضاءة أعواد الكبريت فقط لا غير، وعندما تتحول أو تنطفي أعواد الكبريت ينتهي الفيلم لأنه سيتحول إلى سواد كامل. اعتمد على اللقطة الواحدة طول الفيلم أو طول الفيديو. هذا صراحة فيه تحدي كبير، لكن إذا ما تغير المشهد أو تغير المنظور يعني يفقد الفيلم عدة أشياء، من ضمنها اللقطات التفصيلية يعني فقدت هنا. أيضا فقد التنوع في المشهد، وهذا الشيء ما خدم السرد. أيضا لو تلاحظ فيه بعض أعواد الثقاب ما سقطت إلا متأخرا. لو استخدم أكثر من لقطة تفصيلية كان يعني قدر أنه يسيطر على الفيلم. هل تعتقد أن سبب سقوط المتأخر لهذه الرؤوس يعني غير مقصود، يعني تأخر هو فعلا في سقوط، ولا هو كان يقصد ربما أنه قد يسقط رفيق السوء متأخرا وبعضهم يسقط مبكرا؟ ربما المعنى في بطن المخرج. ما وصلني هالإحساس. أنا حسيت أنه آخر 20 ثانية من الإعلان يمكن حذفها ببساطة، يعني عملية سقوط الرؤوس إذا كانت هي دلالة على الرأس أو كذا، بس هي ما وصلتني بهالوضوح هذا. يعني برأيي كانت إطالة بغير مكانها. الفكرة ذكية وحيي فيها الرمزية، ولا شك أنه الرمز هو سر من أسرار نجاح أي عمل. لأنك تقول الأمور بمباشرة هو ما بيعطيها تأثير، بينما لما بعطي رمزية بتشغل عقل المشاهد، فبالتالي بيفهم الفكرة بطريقة لا يمكن ينساها لاحقا. وبرأيي توفق هو بهالمكان هذا. أنا بتفق مع الأخ بموضوع الباك جراوند. أنا كنت حابب أشوف خلفية قاتمة لحتى أشعر بالظلمة أكثر. الخلفية البيضاء ما ورجتني اللهب، واللهب هو العنصر الشرير. أنا ما شفت الشر، يعني الشر كان غير مرئي لأنه الباك جراوند بيضاء. بينما يعني الخلفية البيضاء خسرتني هالأمور كلياتها. عموما العمل ذكي مختصر رمزي. وسنعرف لاحقا رأيكم بالنقاط بعد هذا النقد، ولكن النقد بالكلمات عندك أستاذ وليد. أنا بالنسبة لي أشعر أنه المخرج اهتم بكل التفاصيل، يعني كون اللقطة تكون وان شوت شبه وان شوت طويل، المؤثرات الصوتية اهتم بها كثيرة، ساوند افكت، اهتم بالمونتاج كان رائع. لكن لي تعليق ربما اختلف لاول مره مع تقول اهتم بالمونتاج مع انه ما في ولا قطع. لا اقصد تركيب لا في بعض المشاهد، يعني في الاخير سقوط بعض الاعواد تشعر انها يعني سرعت اللقطه نوعا ما. اشعر انه الفكره بشكل عام بالنظره علويه للعمل ما تؤثر في الانسان حتى يعيد اولوياته في من يصاحب. الفكره بسيطه جدا، ربما انه ما تؤثر. وعادة الناس حتى تتخذ قرار مثل هذا تغيير صديق تحتاج إلى عمل أقوى، يعني يصدمها بشكل أكبر. أتمنى أن المخرج في المشاركات القادمة إذا وفق إن شاء الله أنه يهتم أكثر بالفكرة، بصناعة الفكرة. أنا أقول ربما المخرج أخذ اللقطة وبعدين بنى عليها الفكرة النهائية أنه الصاحب ساحب، وهذا ما أخشاه وربما يخشاه بعض المشاهدين، أنه اللقطة أخذت وبعد ذلك فكر في النهاية كيف ربما تكون. وفي النهاية يعني كيفما بدأت هذه الفكرة المهم النتيجة. صحيح؟ صحيح. أشكركم. وإلى ثالث أفلام هذه الليلة، فيلم رعب يمكن، بيت يتحول إلى مقبرة. هذا مشهد من فيلم قصير للمشاهد محمد النهدي، وأسماه أحيوا بيوتكم، ونحن أعطيناه الرقم الرمزي 11. وسأترك لك الشاشة يا محمد ولأقل من دقيقة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عموما هذا الحديث هو حديث صحيح رواه مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
لكن هل نجحت هذه المحاولة من مخرجنا هذه الليلة محمد النهدي في تقريب هذه الصورة لأذهاننا؟ وما رأيك عموما بمثل هذه المحاولات؟ أنا تقريبا بعرف رأيك المسبق أستاذ مسفر، بس عطنا إياه. ليش تعرف رأيي؟ كذا يعني 3 سنوات مع بعض لازم نعرف رأيك. لا، في رأي أبدا ما، يعني هو حاول أنه يقدم تفسير للحديث الشريف، فما استطاع أنه يقدم التفسير، يعني كان خاطئ. يعني أنا رجعت مو تفسير، تصوير ذهني يعني. وفي النهاية هو أو نسميه ترجمة مرئية لنص الحديث. طيب أنا رجعت اليوم المجموعة من التفاسير، وجدت أنه ببساطة الحديث يدل على فضل سورة البقرة أولا، ويدل على أن البيوت الخالية من الذكر والطاعة تكون كالمقابر، تشبه بالمقابر، ويكون أهلها كالموتى بعدم إحيائهم للصلاة، لقراءة القرآن، للاستغفار، للدعاء، فهم كالموتى، يعني يعيشون في بيوتهم وبيوتهم كالمقابر. اللي صوره الأخ محمد النهدي أنه صور القبور أعطى دلالة القبر في معناها الحقيقي، ولم يعطيه في معناها الرمزي، يعني كما وردت في الحديث. فبالتالي الإشكالية وين تقع الإشكالية؟ الإشكالية لما ننتقل بمفهومنا هذا عن الإسلام، إحنا نصور ديننا، يعني نجسده من ناحية فيلمية وننقله للآخر. الآخر ترى الآن في الوسائل المتاحة، الوسائل الإعلام الجديد مثل اليوتيوب، مثل مشاركة في تويتر أو حاجة زي كذا، ممكن أنه يقدم صورة عن الإسلام نمطية عن الإسلام. أنه ممكن يتساءل سائل مثلا أجنبي غير مسلم، يقول نحن لا نقرأ القرآن ولا نصلي في بيوتنا، ولا يعني احنا غير مسلمين، ولم نصحوا يوما ونجد قبور في منازلنا. يعني فعلا وحنا بالمقابل في افلام هوليوود لم نصحى يوم من الايام ونجد رجل بياكل ويمص الدماء، ويعني كذلك يعني الصوره هذه ربما صوره. لا هنا انت يعني توقف، هناك خيال. ايوه هناك خيال. اي طيب وهو يقول لك هذا خيال، لا هنا يجسد الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. هنا اشكاليه لازم نتعامل معها بحذر. يعني اشكاليه في تجسيده للحديث تحديدا. بالضبط. شكرا استاذ مسفر. ماذا عن رايك استاذ محمد؟ بالنسبه لي يعني كتقييم للاخراج والتصوير كان متوسط، التمثيل كان متوسط، المونتاج كان جيد للعمل كعناصر اساسيه يعني عم حلل. في تفاصيل كان لابد الانتباه لها بالحبكه واداء الممثلين. مثلا لما استيقظ من النوم ما كان في موتيفيشن، او ما كان في مبرر او دافع ليستيقظ، يعني مثلا ما رن المنبه قام استيقظ، او ما استيقظ استيقاظ يلي شاف كابوس، ما اقنعني انه شاف كابوس. كمان لما اجى ليقوم من التخت لقى قبر، قام راح ليقوم من الجهه الثانيه. يعني ما بتوقع هي ردة الفعل انا رح تصير معي اذا انا قمت من النوم ولقيت في قبر، رح يعني اقفز من الخوف، ما رح اقول لحالي لا الله الطريق مسكر من هون، تعال اطلع من المكان الثاني. فهي ما كانت مقنعه بالنسبه لي. ملاحظه يعني اقناعك صعب على كل حال. وجهه نظري كعلم مخاطبه النفس البشريه، انا لا اميل الى التنفير والترهيب، لكن هو منهج موجود. يعني. هو منهج، انا اميل للتحبيب، يعني ما بحب انا اربط امور محببه مثل القران الكريم او الصلاه بالقبور بصريا. علما انه وسائل ثانيه استخدمت هالشيء، يعني بالاحاديث او كذا بالقران الكريم استخدم، انما بصريا بقصد الموضوع بحاجه لمعالجه مختلفه، او اللهم اذا كان لابد من استخدام الترهيب فاعطيني نهايه محببه. يعني اترك لي الفيدباك انا واثري عندي كمشاهد، بس ما اخلص حس حالي انا حابب اقرا قران، انا بس اخلص هالعمل هذا ما لقيت هالاثر بنفسي. انا كنت وبعتقد انه هذا هي النقطه كان لازم يراعيها المخرج، ما هو الاثر الذي يتركه هذا الفيلم عند المشاهد؟ ما هو الاثر الذي تركه فيك عندك كناقد وليس كمشاهد؟ يعني انا مره اخرى مضطر اني اختلف مع الاستاذ محمد، وهالمره مع الاستاذ مسفر، يعني اثنينهم مع بعض. انا بالنسبه لي اشعر انه الفكره والرساله رائعه وساميه، يعني فقط مجرد المحاوله تحويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الى صوره وقيمه بصريه، هذا امر رائع لا نختلف حوله. فقط معليش لحظه، لكن هل الاختلاف عندك يا استاذ مسفر هو يعني تماما في هذا المبدا، ولا هنا فقط في المبدا موجود؟ يعني المبدا يعني عادي، متفق معه، يعني بالاضافه الى ما قال الاستاذ محمد. جميل. فقط انا بس كنت ابغى، لانه اخشى ان المشاهدين بعد كذا ما يحاولوا هالمحاوله اصلا مره اخرى. لا أنا حتى انت استاذ محمد بيزيد، يعني هو افضل مصدر للمعلومات. يعني انت عم تحكي عن القران الكريم او الحديث الشريف، عم تحكي انت عن مصدر اساسي لمعلومه الفيلم، لو الفكره النبيله اللي بدك تطرحها، شو افضل من هيك؟ لما احنا بنحكي على التريتمنت او المعالجه. صحيح. عفوا عن المقاطعه. لا ابدا، بالعكس التوضيح جيد. انا اقول انه الفكره بحد ذاتها
والمحاولة رائعة. تحويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيمة بصرية هذا شيء رائع. اختلافنا مع المخرج الأستاذ محمد فقط في عملية التنفيذ. الصورة عنده باهتة، التمثيل أيضا زي ما تفضل الأستاذ محمد أداء ضعيف. يعني أجمل ما في العمل صراحة الفكرة وقصر المدة. يعني ربما يشفع على أن ما نهاها نهاية مشجعة، أنه يحتاج أن العمل يكون قصير ورسالة. هذا نوع من الإعلام يسمى فن الصدمة، وأشرنا له احنا في المرة الماضية. لازم انك تصدم بعض الناس اللي ما يقرأ قرآن، بيته خرب، إلى هذا النوع من الإعلام. أنا أتفق معك إلى أنه الإعلام الغربي هيمن ووجه مجموعة من الرسائل السلبية لنا لعقولنا الباطنة، وصار الجيل نشأ على بعض العادات السيئة أنها محببة. يجب أن نعيد الخطاب بمثل هذه الأعمال. شكرا أستاذ وليد. ومن هذا الفيلم الثالث إلى آخر أفلامنا والفيلم الرابع في هذه الليلة، وجاءنا من مدينة فيلادلفيا الأمريكية، لكنه عربي، صوره وأخرجه ومنتجه ومثله وسوى كل شيء فيه، يعني المشاهد محسن الخليفي، وسماه لا أحد يراك. سؤالي يعني، أما رقمه لدعمه إن كان الأفضل برأيك هذه الليلة فهو 12، والشاشة لك يا محسن، ولمدة 2.5 دقائق. يابا أنا جيت. أبا أنا روحت. أو كما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أو رقيب ولا رقيبة؟ رقيب. لكن ماذا عن الناقد؟ ماذا يقول؟ يعني كويس انه وصلت. شوف الان في فيلادلفيا، يعني شيء يعني منطقة أخرى بعيدة مرة. أي فمحسن يعني أعطانا ورانا قدرته على تصوير اللقطات المتعاقبة، وأيضا ورانا قدرته على المونتاج الاستمراري. هذا ممكن نشوفه في المشهد الافتتاحي
وممكن تشوفه في المشهد في المطبخ ويفتح الثلاجة وياخذ العصير. ما يعاب على هذا المشهد أو المقطع الفيديو طول يعني طول الفيلم بصورة عامة، وطول في المقدمة. ونعني هنا بالمقدمة اللي الفترة اللي قبل بداية القصة أو البوينت في أتاك، اللي هي مرحلة ما قبل الصراع. شوف كم مشهد دخول المنزل، مشهد تجول في المنزل، مشهد وهو يفتح الثلاجة ويسكر إلين قرأ الورقة. عندما قرأ الورقة وانطلق هنا بدأ الصراع. لكن برضه ما بدأ الصراع بشكل تدريجي يعني عالي، يعني كان برضه ستيدي أو يعني مستمر إلى أن دخل وأخذ المخدرات. عنده إشكالية في الحبكة، يعني ما في توافق منطقي بين يعني استخدام المخدرات أو تعاطي المخدرات وبين عائلة حميمية. يعني عندما كان يعني لاحظنا هذا الجو، وهو العائلة تعطيه تكتب له ورقة وهو يعلم العائلة أنا حضرت أنا جيت. اثنين، في ضعف في بناء الشخصية. دائما بناء الشخصية مهمة جدا. يعني اللي تبادر لي من هذه الشخصية أنه إنسان صحي، أنه إنسان حيوي، أنه إنسان يعني قابل على الحياة، مش مدمن مخدرات. ما كان ما أعطاني إحساس بشخصية مدمن فقط. وماذا أعطاك من أحاسيس أستاذ محمد؟ فكرة الفيلم جميلة وذكية. برأيي كانت مقدمة الفيلم هي أسوأ ما فيه. كان في عندي حوالي 25 ثانية ميكانكس، أو الميكانكس اللي هي عبارة عن أمور الميكانيكية، عم يمشي، عم بيفتح، عم بيدخل، طول زيادة. ترجمتها بالعربي هذه؟ الأمور الميكانيكية، الحركة الميكانيكية الكثيرة الغير مبررة والغير ما عم تدعم العمل. يعني ما خليها كهربائية يعني ولا إيه؟ هلا أنا مثلا بفيلم مدته ساعتين ممكن أقبل ميكانكس دقيقة. بس بفيلم مدته دقيقة ما راح أقبل ميكانكس 20 ثانية أو 30 ثانية. فطويل يعني جدا. أتمنى الميكانكس هذه وصلت للمشاهدين تماما. الحركة الميكانيكية أو الحركة الفيزيائية اللي ما عم تدعم القصة إطلاقا. الممثل كان تمثيله برأيي شوي ضعيف. ما الميك اب كان المفروض يحطوا له شوية سواد حوالين عيونه يظهر عليه التعب أو كذا أثر يعني التعاطي يعني. كناحية دقيقة الباودر يلي نزلت كانت أشبه بالملح أو السكر، ما كانت أشبه بالطحين يلي يعني هو جزاه الله خير ما قد شاف. يعني كان ممكن يستعمل برأيي طحين كدقة أكبر لحتى أقتنع أنه أو بودرة أي شيء بيبي باودر كان فيه يستعمل، بتعطيني هالانطباع أنه هي مخدرات. ابتسامة الممثل لما شاف العبارة مكتوبة على البراد كان يا ريت بلاها. يعني ابتسامة كان فيها هيك شوية طفولية برأيي كان ممكن ينظر نظرة شيطانية أو يركض بسرعة بدون ما ينظر هالنظرة هي. رسالة الفيلم واضحة، إنما برأيي إطالة الفيلم أضعفتها. الإطالة أعتقد أنها أكثر مشكلة تتكرر علينا سواء من خلال أعضاء لجنة التحكيم أو حتى رأي المشاهدين في منازلهم. الإطالة الإطالة الإطالة، يعني كيف نحل هذه المشكلة؟ يعني ممكن واحدة من الحلول أنه، وهي ملاحظة فعلا في هذا العمل، أنه في الأخير في التتر لاحظنا أنه أخرج وصور وكتب ومثل. يعني العمل الإعلامي هو تكوين فريق. يجب أنه يعني أتصور أنه الأخ محسن لو كان معه فريق ربما أنه يساعد أولا في اختيار الفكرة، في التصوير. يعني واضح أنه هو اللي يضع الكاميرا هم يمثل الدور ويرجع يعمل كت ويرجع مرة ثانية يكمل اللقطات. أتمنى على محسن أن الملاحظات الأساتذة فعلا في الصميم كانت مسجلة عندي. أتمنى عليه في المرات القادمة إذا وفق معنا أن يعمل مع فريق قدر المستطاع، لأن المجال الإعلامي هو بالتشارك، والمخرج الرائع هو الذي يكون فريق يستطيع أن يقدم للناس عمل مؤثر. بهذه الكلمات من الأستاذ وليد السند تنتهي الكلمات النقدية وتنتهي فترة متعة المشاهدة، ويبدأ الآن وقت متعة المنافسة والتصويت الذي يبدأ من المشاهدين في منازلهم على هذه المشاركات الأربعة. أي هذه الأفلام الأربعة تعتقدون أنها الأفضل هذه الليلة برأيكم؟ دعمكم للأفضل هو دعم لمسيرة هذا المبدع ليستمر في عطائه، وأعطي صوتك للأفضل وليس للأقرب. ورسالة قصيرة على رقم جوال عادي أعتقد أنها لن تضرك كثيرا، لكنه هذا المبدع سيقدرها لك كثيرا. صوتك أمانة وصوتك يحتاجه هذا المبدع. والآن تبدأ مرحلة التصويت هنا في الاستوديو ومع اللجنة التحكيمية الثلاثينية هنا معنا. أمامكم أيها الكرام 4 أفلام شاهدتموها وسنعيد عرضها تذكيريا على الشاشة.
المشاركة التي نالت أكثر مستوى من رضاكم أرجو أن تعطيها صوتك. 30 ثانية و30 نقطة بيدكم. مستعدون؟ أصواتكم. نعطيكم أيها الكرام فاصل لتعطوا فيه أنتم أصواتكم بعد أن أخذنا أصوات الحضور الكرام هنا، وكذلك بعد الفاصل سنأخذ 30 نقطة الخاصة بالسادة أعضاء لجنة التحكيم. وأنصحكم باستغلال هذا الفاصل في إرسال رسالة قصيرة فيها فقط رمز المشاركة على الرقم الذي يظهر أمامكم، ودقيقة ونعود إليكم. حياكم الله من جديد مع متعة المشاهدة ومتعة المنافسة والقسم الثالث والأخير من أقسام هذه الحلقة. وأذكركم بأن آخر موعد لاستقبال أفلامكم القصيرة ضمن مجموعة الموضوعات المفتوحة هو غدا الساعة 12 ظهرا. أما مجموعة الموضوعات المحددة فإننا نستمر في استقبالها حتى أسبوعين من الآن. وأذكركم بهذه القيم المحددة: قيمة الحسبة صمام أمان بدعم من مركز المحتسب للاستشارات، وقيمة العفة بدعم من حملة عفتي، وقيمة وقيمة أخلاقي من قرآني بدعم من مركز الشرق التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض، وقيمة أطب مطعمك بدعم من بنك البلاد، وقيمة كرم الضيافة بدعم من أرز أبو كاس. الذي يفوز في هذه القيم يأخذ 10,000 ريال ويتأهل إلى الأدوار قبل النهائية. وبنا إلى النقاط والتقييم بعد أن حصلنا على أصوات الجمهور، نحصل الآن على أصوات السادة أعضاء لجنة التحكيم. 10 نقاط كانت بيدك أستاذ مسفر هذه الليلة، كيف توزعت؟ تقسمت الطاهي السعودي أخذ 4 درجات، وبقية المشاركات أخذت من درجتين لكل واحدة. يعني خطتك هذه الليلة 4-2-2-2. خطتك يا أستاذ محمد؟ الطاهي السعودي أخذ 4 نقاط. تمام. سواد أخذ 3 نقاط. أحيوا بيوتكم نقطة. والفيلم الأخير لا أحد يراك نقطتين. شكرا أستاذ محمد بايزيد. خطتك؟ المشاركات الثلاث الأولى 3 نقاط، المشاركة الأخيرة لا أحد يراك نقطة واحدة. إذا أصبح الآن لدينا 60 نقطة، 30 من لجنة التحكيم و30 من الجمهور الحاضر الكريم، ومستمرون في أخذ 40 نقطة من الآن وحتى ظهر الخميس القادم منكم مشاهدي الكرام. 40 نقطة بيدكم. كيف توزعت النقاط 60 في الاستوديو؟ هذه هي النتيجة. مشاركة الطاهي السعودي حصلت من النقاط 60 على 23 نقطة. ومشاركة سواد حصلت من النقاط 60 على 18 نقطة. أحيوا بيوتكم فيلم شاهدناه هذه الليلة وحصل على 11 نقطة. وكذلك شاهدنا فيلم لا أحد يراك وحصل من النقاط 60 على 8 نقاط. إذن الطاهي السعودي مبسوط الآن ويظهر أنه في موقع متقدم، ولكن كلكم تعلمون أن 40 نقطة تصنع فرقا كبيرا منكم مشاهدي الكرام. وهناك ما ينتظر هنا يعني بعض الإثارة المنتظرة في الاستوديو، وسؤال الجمهور أسرع من يجيب على سؤال لجنة التحكيم في المشاركات ال4 التي رأيناها يحصل على هدية هذه الحلقة وآيباد أو آيفون مقدم من آيساف. طبعا السؤال هذه الليلة والإجابة موجودة بداخل إحدى المشاركات ال4 يقدمه لنا الأستاذ مسفر الموسى. تفضلوا واستعدوا بأجهزتكم واستمعوا وأنصتوا إلى الأستاذ مسفر، وأول إجابة صحيحة تأتي يتفضل صاحبها مشكورا
لنكرمها هنا. أستاذ مسفر جاهز بسؤالك؟ جاهز. أنتم جاهزون بأجهزتكم؟ تفضل أستاذ مسفر. طيب، في مقطع الطهي السعودي كان المطبخ مجهز ل 1 الأكلات السعودية، 2 الأكلات الهندية، 3 الوجبات السريعة، 4 الأكلات الشامية. تفضلوا بالإجابة، والأسرع سنأخذه هنا. تفضلوا. أعتقد 30 إجابة وصلت، ولكن أسرع إجابة صحيحة قبل أن نأخذها من الأستاذ مسفر الموسى. أستاذ مسفر، أعطيتنا 4 إجابات وكانت الصحيحة هي الإجابة رقم 3 الوجبات السريعة. الوجبات السريعة، والإجابة السريعة كانت من صاحب المقعد رقم 21. مبروك، تفضل. مبروك، حياك الله، يا هلا والله وسهلا، يا مرحبا، شرفتنا. تفضل. هذا مكان نكرم فيه الجمهور الحاضر الكريم. نتعرف عليك أول شيء، بس قرب المايك. أيوه. الاسم بدر محمد عقيلي. حياك الله أخوي بدر. الله يحفظك، أهلا وسهلا. عساك استمتعت هذه الليلة. استمتعت جدا الحمد لله. طيب، وش أكثر فيلم أعجبك واستمتعت فيه؟ صراحة يعني أشكر جميع المشاركات، كانت يعني حقيقة هادفة، وكل يعني كل مشاركة كانت تحمل رسالة معينة، لكن المشاركة اللي كانت يعني جاذبة لي أكثر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأنها كانت يعني ل3 أسباب. كانت سريعة وهادفة وفيها ارتباط ديني. يعني أثرت فيك، أعطتك صدمة. اللجنة قالوا ما في صدمة، هي أعطتك صدمة؟ لا، أعطتني إيحاء إنه فعلا يعني الأمر هذا يعني ربط الحديث الشريف بالأشياء اللي حاصل في المنزل. وأنت أعطيتنا إيحاء بأنك يعني على الأقل أكثر واحد منتبه هنا، وبالتالي تستحق، والجميع يستحق جائزة هذه الليلة. الليلة بيقدم لك الجائزة عضو لجنة التحكيم الأستاذ مسفر الموسى، وأنا تشرفت بك أستاذ بدر. شكرا جزيلا. حياك الله. شكرا. حياك الله، يا هلا وسهلا. والله أنت عدو كرمك. اختار بين جائزتين. ها، جائزة. أي نعم. لا آيفون ولا لا لايباد؟ أيوة، تفضل. هناك كثير من الطلبات والاقتراحات بأن نعطي كذلك للمشاهدين في منازلهم كذلك سؤال وهدية، وأنا أدرس هذا الأمر بشكل جدي، وبإذن الله الأسبوع القادم أتيكم بخبر مفرح، وكذلك لأنكم تستحقون على كل حال. وبهذه الفقرة تنتهي هذه الساعة من ساعات الشاشة لك. أتمنى أن تكون قد حازت على رضاكم وإعجابكم. 4 أفلام و4 مبدعين ينتظرون دعمكم بأصواتكم ورسائلكم القصيرة غير المكلفة، فلا تحرموهم من هذا الدعم. في ختام هذه الحلقة يطيب لي كما رحبت بهم في البداية أن أشكرهم على حضورهم هذه الليلة. الأستاذ مسفر الموسى، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، الله يحييك. الأستاذ محمد بايزيد، شرفتنا، شكرا جزيلا لك. والأستاذ وليد السند، شكرا جزيلا لك. الله يرضى عليك، شكرا لك. شكرا لكم أنتم حضوري الكرام هنا، وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة وجميل التفاعل، وشكرا لفريقي الكبير والرائع هذه الليلة. أخص منهم الفريق الذي يعمل بجد وبإبداع، فريق الإخراج الأستاذ عمر باقيس والأستاذ بسام البحر، وقائدهم الأستاذ وليد الطيب، ولكل الأحبة الذين تظهر أسماءهم بعد قليل. والشكر لله أولا وآخرا، ثم الصلاة والسلام على الحبيب محمد. اللهم عجل بنصرك لأحبتنا في سوريا. طابت لياليكم أنتم وبركت أيامكم. ألقاكم ونحن وأنتم وهم على خير الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ba da
ba-da-da-da-da.